صباح الخير على احلى متابعين. النهارده بقى نعمل مع بعض وصفه من اجمل واسرع واحلى الوصفات. هنعمل طاجن اللحمه المشويه في الفرن بالبصل المحمر، حاجه كده في منتهى الجمال، وريحتها وطعمها حاجه كده رهيبه، وتحضيرها سهل جدا. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بس قبل ما ابدا، لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه، لايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. متنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. عاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. متنسوش لو عجبكم الفيديو تقولولي رأيكم في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. معايا الحلة بتاعتي رفعتها على النار 3/4 مية، وهنزل فيها بقى بمنكهات الشوربة: ورق غار، طماطم، بصل، فلفل سبايسي، حبهان. ورق الغار ده ورق اللوري، هو اصلا اسمه الحقيقي ورق غار. واي نوع لحمة بقى انتوا تفضلوا، يعني الوصفة دي تنفع بانواع اللحمة كلها، يعني اي نوع لحمة انتوا تفضلوه، كندوز، ضاني، بتلو، اي نوع. هي في النهاية بتطلع دايبة دوب يا جماعة. الطريقة ما شاء الله بتخليها دايبة جدا. بصوا، هنسوي اللحمة بتاعتنا سوا كامل. ومعلقة سكر هنا كبيرة، بس بتسرع في تسوية اللحمة جدا، ما بتسيبهاش وقت طويل على النار. والملح بتاعنا بنحطه في المرحلة الأخيرة. هنا ده بقى الخضار والبصل اللي هننزل بيه على اللحمة بتاعتنا: 2 فلفل ألوان، 1 فلفل أخضر، طماطميتين، 2 بصل كبيرة قطعتهم كده جوليان، والطماطم والفلفل وكله كده طرنشات. ومعايا بقى الصينية بتاعتي دي بعد ما اللحمة ما استوت. اهم حاجة تكون صينية غير لاصقة، تيفال، جرانيت، اي نوع. رفعتها على النار كده ونزلت فيها بمكعب من الزبدة، وهبدأ انزل بقطع اللحمة بتاعتي لين ما فيهاش اي نسبة دهون خالص. وهبدأ اديها تشويحة كده على الناحيتين، تاخد لون على الناحيتين. بصوا بقى، الطريقة دي ممتازة ممتازة. انا كمان عملتها في عزومة رمضان، عزومة لأكتر من 50 فرد. الفيديو ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. عملت كميات كبيرة قوي من اللحمة بنفس الطريقة، بس طلعت حاجة كده رهيبة بجد، جربوها على ضمانتي. بصوا، بعد هنا مشوحت اللحمة بتاعتي على الناحيتين، هنزل بالخضار بتاعي وهديهم تقليبة بسيطة كده بس الخضار يدبل، وبعدين على الفرن على طول. بجد يا جماعة، الخضار مع اللحمة بطريقة شويهم في الفرن مدي للحمة طعم رهيب. هنبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا: فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، بهارات لحمة. كل اللي موجود عندكم حطوا منه، من كل حاجة نص معلقة، مش كتير يعني. طبعا رشة ملح بسيطة لان الشوربة كان فيها ملح. الملح نسبي، ظبطوه حسب الذوق. وهنا هنضيف لها بس يعني ايه، كوباية من الشوربة. بصوا، عشان انا عايزة الصوص يبان فيها شوية، يعني عايزة الصوص يبان فيها كده حاجات بسيطة. بعدين بقى دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية 200، فرن مسخن مسبقا على الرف اللي في النص. بنشغل الأرضية كده بس اللحمة تغلي مع بعضها مع الخضار، وبعدين بنشغل الشواية نديله اللون اللي يعجبنا. وبس كده، جنب شوية رز بالشعرية، بجد حاجة في منتهى الجمال. جربوها على ضمانتي، هتعجبكم جدا. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. اشوفكم على خير، فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.